وليه الناس مهتمة قوي ان هي تبقى اوثنتك او ان هم يكونوا نفسهم، وفي ناس بتخوض رحلات في البحث عن الذات وان انا بدور على نفسي ومش لاقي نفسي، ولما انا ما اكونش نفسي في مواقف معينة بحس ان انا مرهق وبحس ان انا متضايق وبحس ان انا مش مبسوط. فليه كل ده بيحصل؟ في الاول خلونا نعرف مصطلح علمي اسمه cognitive dissonance. cognitive dissonance معناه التنافر المعرفي. التنافر المعرفي معناه ايه؟ معناه ان البيهيفير او السلوك اللي انا بعمله لا يتماشى ولا يتناسب مع الفاليوز والبيليفز الموجوده عندي او المعتقدات والقيم اللي موجوده عندي. ولو بصينا على الكوجنيتيف ديسونانس هتلاقيها هي عكس الاوثنتسيتي. يعني الاوثنتسيتي معناها ان البيهيفير بيتناسب مع الفاليوز والبيليفز بتاعتي. الكوجنيتيف ديسونانس معناها العكس تماما. وهنا بدايه المعلومات الانترستنج، ان عقلنا بيبص على الكوجنيتيف ديسونانس على اساس انه internal conflict او صراع داخلي. وزي قدرنا نعرف ان عقلنا بيبروسس ده على اساس انه كونفليكت، انهم لو ان في منطقه في المخ اسمها anterior cingulate cortex او ACC بيتم تحفيزها لما بيحصل cognitive dissonance ده. وال ACC هي موجوده في الفرونتال لوب، وتحديدا هي بين الليمبيك سيستم وبين البريفرونتال كورتكس، كانها البريدج او حلقه الوصل بين الاثنين. الليمبيك سيستم بمنتهى البساطه خلينا نقول ان ده السيستم المسؤول عن المشاعر، والبريفرونتال كورتكس هو السيستم المسؤول عن التفكير. فعشان كده الاي سي سي كمان بيتم تحفيزها لما بيكون في كونفليكت بين الجانب الشعوري والجانب الفكري، فهي بشكل اساسي بتمونيتور الكونفليكت او بيتم تحفيزها لما بيكون في كونفليكت. وده اللي بيخلق شعور بالديسكومفورت والانكزايتي، لان عقلنا بيبدا يترجم ان هنا في مشكله انا محتاج احلها. ومش بس كده، المخ بيبدا يتعامل مع حاله عدم اليقين ده على اساس انه ستريس خارجي. وعرفنا ازاي ان المخ بيتعامل مع ده على اساس انه ستريس خارجي؟ لقينا انه الاتش بي اي اكسس بيتم تحفيزها، وبدا الجسم يفرز كورتيزول على اساس ان ده ستريس. والحاله دي بتسبب منتل وفيزيكال فاتيج. عشان كده بتحس ان المواقف اللي انت بتفيك فيها او مش عارف تكون نفسك بتحس ان انت بعدها درين، تحس ان انت مجهد حتى كمان فيزيكلي. لحد هنا تمام، ولكن هيجي بعد المرحله دي دور اللغه.